السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. قبل الخوض في تفاصيل هذا الخبر الحزين، ندعوكم للاشتراك في قناة عقات نيوز وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد أولا بأول. في أجواء يملأها الحزن والأسى، فقدت الساحة الفنية المغربية بعد زوال اليوم الجمعة 8 ماي سنة 2026 واحدا من أعمدة الفن المغربي الأصيل، الفنان الكبير وعميد الأغنية المغربية عبد الوهاب الدكالي، الذي وافته المنية بإحدى المصحات الخاصة وفق ما أكده صديقه الملحن خالد بن منصور. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الراحل كان قد خضع مساء أمس الخميس لعملية جراحية دقيقة قبل أن يتم نقله إلى قسم العناية المركزة، حيث فارق الحياة متأثرا بوضعه الصحي، تاركا وراءه حزنا عميقا في قلوب محبيه وعشاق فنه داخل المغرب وخارجه. برحيل عبد الوهاب الدكالي تطوى صفحة من الصفحات المضيئة في تاريخ الأغنية المغربية الحديثة، إذ يعتبر الراحل واحدا من أبرز الفنانين الذين ساهموا في إيصال الأغنية المغربية إلى العالم العربي بفضل صوته المميز وألحانه الراقية وأعماله التي حفرت اسمها في الذاكرة الفنية المغربية والعربية عبر عقود طويلة. ولد الفنان الراحل سنة 1941 بمدينة فاس، ونشأ وسط بيئة ثقافية ساعدته على صقل موهبته الفنية منذ سن مبكرة، قبل أن يبدأ رحلته الطويلة في عالم الموسيقى والغناء ليصبح لاحقاً من أبرز مؤسسي المدرسة الغنائية المغربية الحديثة. وخلال مسيرته الفنية الزاخرة بالعطاء، قدم عبد الوهاب الدكالي أعمالاً خالدة ما تزال تتردد إلى اليوم في وجدان الجمهور المغربي والعربي، من بينها أغنية مرسول الحب وكان يا ما كان، وهي أعمال امتازت بعمق كلماتها وجمال ألحانها وروعة أدائها، لتتحول إلى علامات بارزة في تاريخ الفن المغربي الأصيل. كما لم يقتصر حضوره على مجال الغناء والتلحين فقط، بل امتد أيضا إلى التمثيل المسرحي والسينمائي، حيث شارك في مجموعة من الأعمال الفنية المغربية التي عززت مكانته كفنان شامل، من بينها الحياة كفاح، ورمال من ذهب، وأيام شهرزاد الجميلة، والزر الأخضر، ليترك بصمة واضحة في أكثر من مجال إبداعي. وقد خلف خبر وفاة الفنان الكبير حالة من الحزن الواسع داخل الأوساط الفنية والثقافية، حيث عبر عدد كبير من الفنانين والإعلاميين ومحبي الراحل عن صدمتهم وأسفهم العميق لفقدان أحد آخر رموز الزمن الجميل وصوت ارتبط بذكريات أجيال كاملة من المغاربة. وبهذا المصاب الجلل تتقدم قناة أوقات نيوز بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى أسرة الفقيد الصغيرة والكبيرة، وإلى كافة الشعب المغربي وعشاق الفن الأصيل، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الراحل عبد الوهاب الدكالي بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.